السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكل المشاهدين الكرام مباشرة، حيث سنتابع مباراة المنتخب الوطني المغربي هنا بالولايات المتحدة الأمريكية لنهاية كأس العالم التي كذلك تستقبل كندا والمكسيك. نتابع هذه الصور، نتابع هذا الحضور الجماهيري، الجماهير المغربية، نتابع هذه الصور، حماس كبير كما قلت على مستوى المدرجات، الجماهير المغربية ارتباط كبير يعني بالرايات المغربية، بالأقمصة ديال المنتخب الوطني المغربي. صراحة تابعنا اجواء حماسيه قبل يعني ساعات من دخول الجماهير للملعب، والان كذلك بعد الحضور وكذلك كل يعني الجماهير خدات المكان ديالها من اجل مسانده المنتخب الوطني المغربي، ليس فقط في هذه المواجهه ولكن في منافسات ونهائيات كاس العالم. طموح كبير من اجل الذهاب بعيدا على غرار النسخه الماضيه بقطر، ووصول المنتخب الوطني المغربي للدور نصف النهائي. المنتخب الوطني المغربي اللي خاض العديد من المباريات الوديه، ذكر بان كان تعادل امام منتخب الاكوادور بهدف لمثله، هدف اللي كان سجلوه نائل العناوي، كذلك انتصار اللي كان مهم امام منتخب الباراغواي، واحد من المنتخبات القويه على مستوى امريكا الجنوبيه. نستمع الان للنشيد الوطني المغربي. تفاعل كبير مع نشيد الوطني المغربي، جماهير المغربية الحاضرة في هذه المباراة، مباراة المنتخب الوطني المغربي. كما قلت سنتابع حماس كبير على مستوى المدرجات أمامنا في الصورة، سيكون كذلك محط أنظار بالنسبة لكل الجماهير العالميه في هذه النهائيات، نهائيات كاس العالم. اذا بسرعه نقدموا التشكيله ديال المنتخبين. المنتخب الوطني المغربي يدخل بالمجموعه التاليه: في حراسه المرمى ياسين بونو، باقي اللاعبين شادي الرياض، عيسى ديوب، اشرف حكيمي كعميد، نصير مزراوي، عز الدين أناحي، نائل العناوي، اسماعيل السباري، ايوب بوعدي، ابراهيم دياز، الناخب الوطني محمد وهبي. على مستوى الاحتياط هناك منير محمدي، احمد رضا التقنوتي، يوسف العبري، ايوب اميموني، ايوب الكعبي، علي معمر، سفيان امرابط، سفيان رحيمي، رضوان حلحال، مروان السعدان، محمد امين السباعي، ياسين جاسم، بلال الخنوس، زكريا الوحدي وسمير المرابط. هذوما اللاعبين الاحتياطيين بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. في الوقت اللي هناك غياب ديال نايف اقرب ما دخلش على مستوى اللائحه، بالاضافه لشمس الدين الطالبي، نضيفوا كذلك انس صلاح الدين. طاقم تحكيم هذه المباراه لوك لوتير واللي غادي يقود هذه المواجهه.
البث المباشر لمباراة اسكتلندا والمغرب في الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026. قبل بداية المباراة، إذا أعجبك الفيديو التقديم التشويقي والتحفيزي للمباراة فلا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد أولا بأول. كما ستجد في نهاية الفيديو جميع المعطيات المهمة الخاصة بالمباراة من موعد وتوقيت إلى الإحصائيات والترتيب، إضافة إلى معلومات حصرية وشاملة حول المواجهة. شاركنا رأيك في التعليقات. من سيفوز اليوم في المباراة، المغرب أم اسكتلندا؟